25 مليون و600 ألف دولار. متخيلين ضخامة الرقم ده؟ والمصيبة إن المبلغ ده كله اتسرق في مكالمة فيديو، مكالمة واحدة بس، يعني بتكنولوجيا كلنا تقريباً بنتعامل بيها كل يوم في شغلنا أو حتى في حياتنا العادية. النهاردة بقى موضوعنا هو الديب فيكس. هي دي التكنولوجيا اللي بتخلينا حرفياً نشك في كل حاجة بنشوفها أو بنسمعها. في الشرح ده هنحاول نفهم مع بعض إزاي وصلنا لعصر بيسموه عصر ما بعد الحقيقة، والأهم من كل ده إيه اللي نقدر نعمله عشان نحمي نفسنا. طيب نرجع للرقم الصادم اللي بدأنا بيه. إيه قصته؟ تعالوا بينا نعرف تفاصيل الاجتماع المزيف اللي كلف شركة المبلغ ده كله. تخيلوا معايا الموقف ده. موظف مالي في فرع شركة كبيرة في هونج كونج فجأة بيجيله إيميل مستعجل، اجتماع فيديو مهم مع المدير المالي للشركة من لندن ومعاه كام موظف تاني. طيب الاجتماع بيبدأ، الأصوات هي الوشوش مألوفة، الكلام احترافي ومقنع جدا، لدرجة إن الراجل ما شكش ولا للحظة واحدة إن كل اللي بيكلموه دول مش حقيقيين، مجرد نسخ رقمية مزيفة. والنتيجة كانت إيه؟ 15 تحويل بنكي بإجمالي 25 مليون و600 ألف دولار. طبعاً الحادثة دي بتخلينا نسأل سؤال مهم جداً. إيه هي أصلاً التكنولوجيا دي اللي بتقدر تخلق شبح رقمي بالدقة اللي تخوف دي؟ بصوا، ببساطة شديدة، الديب فيك هو أي محتوى صوت أو صورة أو فيديو معمول بالذكاء الاصطناعي عشان يقلد شخص حقيقي. وطبعاً لازم نكون منصفين، مش كل استخداماته وحشة، لا بالعكس، بيستخدموه في السينما والمؤثرات البصرية وحاجات مفيدة جداً. لكن الكارثة لما بيستخدم في الخداع، هنا بيتحول لمشكلة خطيرة، لدرجة إن الاتحاد الأوروبي اداله اسم رسمي كده، هايبر تروكيج، يعني التزييف الفائق. طيب إزاي السحر ده بيحصل؟ عن طريق تكنولوجيا اسمها الجانز أو الشبكات التوليدية التنافسية. الموضوع عامل زي لعبة بين اتنين ذكاء اصطناعي. الأولاني خلينا نسميه المزور، مهمته إنه يفضل يعمل نسخ مزيفة لشخص معين، والتاني اللي هو المحقق مهمته إنه يكشف النسخ المزيفة دي. فتخيلوا بقى الاتنين دول بيتحدوا بعض ملايين المرات. مع كل مرة المزور بيتعلم إزاي يزيف أحسن، والمحقق بيتعلم إزاي يكشف أدق. وفي الآخر بنوصل لنتيجة تزييف شبه مثالي، صعب جدا لو مش مستحيل إننا نميزه عن الحقيقة. بس الموضوع مش مجرد فلوس بتتسرق وخلاص، لأ، الخطر الحقيقي للديب فيك أكبر من كده بكتير. ده بيهدد استقرار المجتمعات نفسها. يعني تخيلوا في ال3 سنين بس استخدام الديب فيك في عمليات النصب والاحتيال زاد بنسبة كام؟ 900%. ده مش مجرد نمو، ده يعتبر وباء رقمي بينتشر بسرعة تخض. ولو الرقم ده مش كفاية، شوفوا الأرقام دي. سنة 2023 كان في حوالي 500,000 محاولة احتيال بالديب فيك. التوقعات بتقول إن بحلول 2025 الرقم ده هيوصل ل8 مليون. يعني التهديد مش بس بيكبر، ده بيتضاعف بشكل جنوني. الخطر ده نقدر نقسمه ل3 تهديدات أساسية. أول حاجة ضرب الديمقراطية، يعني ينشروا فيديوهات مزيفة لسياسيين زي ما حصل مع زيلينسكي ورئيس وزراء إيطاليا الأسبق ماتيو رينزي عشان يأثروا على رأي الناس والانتخابات. تاني حاجة ضرب الاقتصاد. فاكرين لما انتشرت صورة مزيفة لانفجار جنب البنتاجون؟ دي لوحدها عملت هزة في البورصة للحظات. والتهديد الثالث، ويمكن ده الأخطر على مستوى الأفراد، هو انتهاك الخصوصية، يعني ابتزاز ومضايقات وحاجات من النوع ده. والنقطة الأخيرة دي بالذات هي اللي بتورينا الجانب المظلم قوي من التكنولوجيا دي. بصوا على الرسم البياني ده. دراسة اتعملت في 2019 لقت إن 96% من كل فيديوهات الديب فيك اللي كانت موجودة وقتها كانت عبارة عن محتوى إباحي مزيف ومن غير موافقة أصحابه، وأغلب الضحايا كانوا من النساء. ده معناه إن التكنولوجيا دي بتتحول في أوقات كتير لأداة عنف رقمي صريح. طيب كل التهديدات دي سواء سياسية أو اقتصادية أو شخصية قايمة على فكرة واحدة، إننا بنصدق اللي بنشوفه. وده خلينا نسأل، هو ليه أصلاً عمليات التزييف دي بتكون فعالة ومقنعة للدرجة دي؟ الإجابة للأسف مش في التكنولوجيا بس، الإجابة جوانا إحنا. المشكلة إن الديب فيك مش بيخدع عنينا بس، ده بيستغل التحيزات في عقلنا البشري. كلنا عندنا ميل طبيعي إننا نصدق الحاجات اللي بتمشي مع أفكارنا ومعتقداتنا المسبقة، والديب فيك عارف يلعب على الوتر ده كويس قوي. والكلام ده مش مجرد تخمين، دي حقيقة علمية. شوفوا الاقتباس ده من دراسة اتعملت في 2021 بتقول إن 50% من الناس اللي بيتعرضوا للديب فيك، نصهم بالظبط، مش بياخدوا بالهم أصلاً إن بيتم التلاعب بيهم. رقم صادم.
طيب بعد كل الكلام ده الصورة ممكن تبان سوداوية شوية، لكن الخبر كويس إن العالم بدأ يفوق للمشكلة دي ويتحرك. فإزاي نقدر نحارب التزييف؟ المواجهة دي عاملة زي حرب على 3 جبهات في نفس الوقت. الجبهة الأولى التكنولوجيا، لازم نطور تكنولوجيا جديدة تقدر تكشف التزييف. الجبهة التانية القوانين، لازم يكون في قوانين واضحة وصارمة تعاقب أي حد يستخدم التكنولوجيا دي بشكل مؤذي. والجبهة التالتة ودي الأهم هي العقلية، عقلية جديدة لازم كلنا نكتسبها. وفعلا الجبهة القانونية دي بتتحرك كويس. شوفوا في الجدول ده أمثلة من حوالين العالم. الاتحاد الأوروبي عمل قانون الذكاء الاصطناعي، وده بيفرض إن أي محتوى معمول بالAI لازم يتحط عليه علامة توضح ده. فرنسا عملت قانون مخصوص بيتجرم الديب فيك اللي بيتعمل بنية خبيثة. حتى في أمريكا ولاية تنسي عملت قانون اسمه قانون ألفيس عشان يحمي أصوات وصور الفنانين من الاستغلال. لكن خلينا نكون واقعيين، القوانين والتكنولوجيا لوحدها مش كفاية أبداً. الحل الحقيقي بيبدأ من تغيير طريقة تفكيرنا. فكرة إننا نقعد ندور على غلطات في الصورة زي إيد بست صوابع ولا حركة عين غريبة، الطريقة دي خلاص ما بقتش فعالة. التكنولوجيا بقت أذكى من كده. الدفاع الحقيقي دلوقتي هو التفكير النقدي، يعني قبل ما نصدق أي حاجة نسأل مين اللي نشر المعلومة دي؟ هل المصدر ده موثوق؟ والأهم من كل ده لازم ناخد بالنا من بصمتنا الرقمية. كل صورة، كل فيديو، كل تسجيل صوت بنشيره على الإنترنت، كل ده ممكن يكون المادة الخام اللي يتعمل بيها ديب فيك ضدنا. كل ده في الآخر بيوصلنا لسؤال كبير، سؤال يمكن يكون فلسفي شوية. يا ترى إيه اللي بيحصل لمفهوم الحقيقة نفسه في العصر اللي احنا فيه ده؟ زمان كان في مقولة شهيرة بتقول لا أصدق إلا ما أرى. للأسف لازم نقول إن العصر ده خلاص انتهى رسمياً. والسؤال اللي بنختم بيه وهنسيبه مفتوح للتفكير هو، في زمن نقدر فيه نخدع عينينا وودنا بالسهولة دي، إزاي هنقدر نعيد تعريف يعني إيه حقيقي؟ وعلى أي أساس هنبني ثقتنا في اللي بنشوفه وبنسمعه من هنا ورايح؟